السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وعايزاكم كمان تكتبوا لي في الكومنتات ايه افكار الفيديوهات اللي انتوا حابين ان انا اعملها لكم، لو عايزيني كمان اجرب نوع تاني من اللي انا جايبه لكم ده النهاردة. بصوا بقى انا جايبه لكم ايه، جايبه لكم حاجة جديدة خالص ما عملتهاش قبل كده. بصوا انا جايبه النهارده يا جماعه نوع نودلز كوري، بس هو انا اول مره بصراحه اشوف النوع ده. انا مش عارفه النوع ده اسمه ايه ولا حتى بطعم ايه. هو تقريبا بصوا هنا كده تقريبا بطعم الخضار اظن. هو بصوا يعني انا مش عارفه اسمه، هو تقريبا اسمه مش عارفه، بس يعني هنعمله مع بعض النهارده وهنجربه وهقول لكم ايه رايي فيه، عشان لو حد حب ان هو يجربه يعني هقول لكم ايه رايي فيه بصراحه. يلا بينا بقى عشان نعمل هنا بقى طبق سلطانية اي حاجة، بس عشان خاطر اعمل فيها النودلز. بصوا يا جماعة بقى هبتدي اعمل دلوقتي النودلز. ده شكلها اهو لما فتحت في الاول. بصوا ده مش عارفة مش واضحة قوي معاكم اهو. ودي دلوقتي ده شكلها. ابتدي بقى افتحها. خلي بالكم انا اول مرة اجرب النودلز الكوري، فيعني انا مش عارفه طعمه هيكون ايه. فهتفتح نحاول لغايه ما تتفتح اهو. طلعت فتحت اهي. او ماي جاد، بصوا شايفين اهو. دي ده النودل فتح كويس بتاع الكيس. ودي ده النودلز اهو. بصوا معاه كيسين، معاه التوابل دي اهو، معاه الكيس ده ومعاه كيس كمان اللي فيه التوابل بقى الدمار دي. بس كده خلصنا. حطيت النودلز اهو. وادي ده الكيس اللي هو فيه التوابل بقى اللي هي مش عارفه هي ايه بالظبط، بس هنجرب كله. ودي اللي هي الشطه طبعا والملح بتاعها او يعني. بس فانا حطيت دلوقتي النودلز في الطبق. هبتدي دلوقتي انزل عليه بالميه السخنه عشان خاطر يتعمل معايا اهو بالشكل ده. ركزوا بس على الصوت ده اهو. اهو يا رب بس يطلع طعمه حلو، لان انا اول مره اجربه فخايفه يكون طعمه مش حلو، بس هو الصراحه باين عليه ان هو جامد. صح اكيد انتوا واخدين بالكم من الشكل. متركزوش طبعا عشان انا بحب اكتر في الميه شويه. فيعني عادي هغطيه بقى وهسيبه لغايه لما يستوي. بصوا يا جماعه انا سبته حوالي دقيقتين كده. هفتح اقلبه. بصوا البخار يعني جامد جامد بجد. خلي بالكم ريحته جامده، ريحته جامده ومحطش عليه توابل. مش عارفه طعمه حلو، قصدي ريحته حلوه. بس لا باين عليه جامد. شايفين بصوا اساسا النودلز بس هي لسه مستوتش كويس يعني، بس متركزوش. انا اساسا خايفه التوابل دي مش عارفه حاجه كده، مش توابل ما مش بودر، لا في حاجه تحس ان هي زي مكسرات او حاجه كده، مش عارفه ايه النوع ده. عامه انا هفتح بس هشوف ايه الشيء ده الاول. عجبني هحطه، ما عجبنيش مش هحط. فكده النودلز بصوا هو اساسا النودلز الكوري بيكون مختلف. النودلز نفسها بتكون مختلفة عن التانية المصرية. التانية المصرية بتكون رفيعة ارفع من دي تخينة شوية، تحسوها مجعدة اكتر منها. خلاص هسيبها كمان دقيقة بس عشان ايه تبقى مستوية كويس قوي. وانا هفتح الشيء ده اشوف ايه نظامه. بصوا هفتحه دلوقتي. ما خايفة احطه بصراحة، ودي التوابل كتيرة قوي. بصوا
ايه ده كله؟ الكيس مليان على الاخر لغايه هنا اهو. بصوا مليان جامد قوي، وكل دي شطه بس في ميزه مش حباها في الاندومي الكوري، ان هما بيبقوا حاطين التوابل مع الشطه عشان ما نعرفش ناكل من غير ما نحط الشطه. فيعني ده مش شطه بس، ده انت عارفين التوابل كيس الملح بتاع الاندومي التاني العادي المصري هما بيبقوا حاطين لوحده الشطه لوحديها، لا دول خلطينهم على بعض عشان ما نعرفش ناكل من غير ما نحطها كلها. بس كده تمام. النودلز كله دي بقى افتح كيس الدمار مش عارفه اسمه ايه ده بس يا رب بس ما نروحش على المستشفى. اوه ايه ده؟ اوه ماي جاد. اوه بصوا الشطه ايه ده، احطها بس حبه صغننين. اوه عامة انا بحب الشطه بس انا خايفه من ده مش عارفه ليه. نحطها كلها عشان نبقى ايه جربنا كله كامل، منبقاش نقصنا اي حاجه. بصوا انا قلبته اهو بعد ما استوى. بصوا بقى لونه ايه، نهار اسود ايه ده. ابتدي بقى افتح الشيء التاني ده اللي هو مش عارفه ده منه ايه بالظبط، ده مش عارفه اذا كان توابل ولا ايه ده. بصوا هو حاجات غريبه كده، بصوا عامله ازاي، شايفين؟ مش عارفه ده ايه بالظبط، بس هدوق واحده منهم واشوف ايه نظامه. فكرة هو ملوش طعم، ملهمش طعم اي حاجه، انا احطهم وامري لله بقى. بس ده كده النودلز الكوري. ابتدي بقى احط البتاع ده زي ما انتوا شايفين كده. بس يا جماعه انا كده حطيت كل التوابل وكل حاجه، بس الصراحه خايفه ادوق بس هوريكي شكله. بصوا ده شكله، انا خايفه جدا. بصوا لونه احمر ازاي، مش عارفه ايه ده. بصوا النودلزايه عامله ازاي. اوه ماي جاد بجد جامد قوي. هجيب بس معلقه عشان ايه اعرف اشرب الشوربه دي. بس يلا هصور لكم بقى وانا بجربه دلوقتي، بس يا رب بس يطلع حلو. بصوا يا جماعه دلوقتي هدوق ربنا يستر، انا خايفه جدا بس هحاول. يلا بسم الله، هاخد اول معلقه كده. بصوا يا جماعه مبدئيا كده عايزه اقول لكم على حاجه، انا مش قادره اتكلم. انا اكلت معلقه واحده بس، هو على طول دخل حراق. انا لو خلصت الطبق ده كله هروح على المستشفى مبدئيا كده. حراق بطريقه، هو عادي طعمه حلو، انا مش عارفه هو بطعم ايه، تقريبا خضار. هو طعمه حلو والحاجات اللي عليه دي كمان طعمها جميل قوي. لكن الشطه هي الاول ما دخلت حسيت بقي نمل كده او حاجه، بس اخدت معلقه واحده اللي هو مش حراق جامد. لكن لو كملت كل ده، بص تعالى ناخد معلقه تاني كمان. حراق 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 قوي. اوف، خصوصا ان انا حاطه شوربه، يعني حاطه ميه كتير، فالميه دي تبقى حراقه اكتر، بينزل يدبح في الزور.
بس ما علينا يا جماعه، كده كده هخلص الطبق ده. هو حراق بس طعمه جامد، طعمه جامد. انا بعد كده مش هجيب الاندومي المصري ده تاني، هجيب كل يوم او كل ما احب ان انا اجيب اندومي او اكل اندومي هجيب من ده، لان الصراحه ما يتقارنش بالمصري. بس فيه هو شبه نوع من الاندومي جبته قبل كده، اللي هو النودلز اللي بالشطه ده، شبهه قوي. بس مش عارفه، ممكن يكون عشان النوع ده فشبهه عشان بالخضار والشطه كده يعني. بس كده بيكون فيديو النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك والشير والسبسكرايب عشان ما تضيعوش اي فيديو هنزله في القناه بتاعتنا. تكتبوا لي في الكومنتات ايه افكار الفيديوهات اللي انتوا حابين ان انا اعملها لكم. لو حابين تخلوني كمان اجرب نوع نودلز كوري تاني الاكس 2 بقى، هجربه عشان خاطركم. بس لو انتوا حابين، اللي عايزني اجرب النودلز الكوري الاكس 2 يكتب لي تحت في الكومنتات وانا هجربه. بس اشوفكم في الفيديو الجاي بقى. باي باي.